ألف مبروك الرئاسة. نوف بن سعد أنا مبسوط جدا، يستاهل أبو الجوهرة فهد بن نافل، تاريخي ما راح ننساك، التاريخ أصلا ما راح ينساك. حقبة جديدة الآن داخل النادي. هذا الرجل ترى أنا أحبه، نوف بن سعد جدا جدا أحبه والله. الحين تتوقع أنه رايح النادي يدور الملف الرئاسي لكي يعني يتسلم الرئاسة بسلاسة؟ لا، هو ما هم سلاسة، هو داق على حق النقل. عفش نزلوا لي الكرسي، هذا الكرسي نزلوه إن شاء الله إنه يرجع، إن شاء الله إن الكرسي سليم بس ما حتكسره، نحتاجه كثير، نحتاجه كرسي الاعتذار. مالكم تأشر لي بالدوري الذهبي، تروح عند الجمهور تسألهم عن أخبار أمهاتهم، ما عاد فيه. ترى هذا نواف بن سعد مو فهد بن نافل. ايه انتبه، هذا بيقرمع لك وبيجلسك على الكرسي كأنك أسير حرب تعتذر. هذا زين إذا ما أرسلك بيت المشجع تحب راسه، اسألني أنا أعرف شخصيته. ضام فهد بن نافل سامحوا، احضروا وشجعوا وانتم ساكتين. لا عادي انتم ساكتين، عادي في بيباننا مفتوحة، تعالوا. يلا شكرا والله فهد بن نافل ما قصرت، بس هو كذا توجهه استثماري. بن سعد أنا ما أعتقد كذا نظام تذاكر 1900 800 ما عاد فيه. الآن تدخل الموقع سعر التذكرة كم معك، ادفع تعال، بعد مباراة تمشي بتطلع، لا تلقاه واقف عند الباب، والله ما تطلعون تعشوا. بن سعد هذا غير هذا وجه السعد. والله يا في إعلاميين كثير بيعتذرون في تويتر يا الله، غير اللي بنشوفهم في كراسي طالعين كأنهم سواقين من حشي. الكنب هذا كابوس لناس كثير. وش هو الكنب؟ ايام ما كان نواف بن سعد رئيس الهلال في السابق، كان اي احد يغلط يجلس على هالكرسي ويقدم اعتذار، لاعب مشجع اداري وش تبي، بس غلطت تقعد على الكرسي. احتمال تحد واحد في الشارع يجيبك نواف بن سعد يجلسك هنا، فاتورتك موجوده يا زبون، حتدفع الثمن. اكثر واحد خايف من نواف بن سعد، اكثر واحد خايف من الكرسي. انا اتمنى من كل قلبي انه يطلع قبل ما يصير نواف بن سعد رئيسنا. في حال ان كان موجود بينضبط بيمشي كذا، هذا كابوسه. حركات يسوي متفلت البرازيلي، انت اللي قاعد على الكرسي يعتذر على طول. يا نواف بن سعد، تيشيرت الهلال او ايا كان ناديك راح تحصل تيشيرته بافضل سعر وباعلى جوده. الرابط وكود الخصم في البايو متوفر، تابع يلحق ما تلحق. بحول الله وقوته بنسبه كبيره، بنسبه 99% نواف بن سعد هو رئيس الهلال القادم. اكثر خبر اسعدني من فتره. شوف الصوره ذي وشيك لي هنا، عاشق، هذا عاشق بحكم انه يحب كاريو وادوارد وانا حبيته، بعيدا عن كل شيء سواه. بعد نواف بن سعد محبوب جماهير الهلال، شاء من شاء وابى من ابى. لا تنسون فولو حسابات في البايو، دائما متواجد في الاصفر. تعالوا علمونا ايش رايكم في الكومنتات. نواف بن سعد رئيس للهلال. المتفائلين ايش يقولون؟ ستعود هيبة الهلال لن يتحكم احد في الهلال. الناس اللي تألف دلوخ، مشجعون اخرون شو يقولون؟ يقولون عودة نواف بن سعد يعني عودة الأمراء، يعني الصندوق راح يطيح، يعني لا مو كذا المشهد. انا اعلمك 70% الموضوع واضح. نواف بن سعد حضر في كأس العالم، اوكي، وكانت واضحة الرؤية انه احتمال كبير انه بيمسك مكان بن نافل. بن نافل رجل هادئ، رجل حبيب. نواف بن سعد قادح، اوكي، والقدحة اللي يقال عنها عطني حق وخذ حق، لا اتعداك ولا تتعداني. بيصير في طحن ذا الموسم، دام رجع بن سعد بيصير في طحن. ترى الهلال الان داخل البيت الهلالي صايرة امور عالمية. الهلال يبغى يثبت وراه امور لازم ينتجها صح. في اشياء بتصير الهلال عالميا ما حد يدري عنها، خذ العلم وتذكروا كلامي. جية بن سعد وبعشان الدوري، لا في امور نتابع ونشوف. اسم الامير نواف كفيل بان يوحد الهلاليين. لما ينقال الامير نواف بن سعد بيتقدم، تقريبا كل الهلاليين يصيرون صف واحد، ولا صارت مره واحده، هذه المره الثانيه. لما طلع اسم الامير نواف هو بمثابه انت جالس تقول انه البيت الهلالي بيطلع منهم واحد يراس هذا النادي، مو بواحد بس من داخل البيت، لا هو صانع قرار عندما كان رئيس، وانت شفت بعينك هذا الشيء ما يحتاج تعريف. صانع قرار عندما كان نائب للرئيس، لما كان نائب الامير عبد الرحمن بن سعد، وفي ذيك الفتره تحديدا كان الامير نواف فعلا شخص مؤثر جدا في النادي. اول عقد احترافي وقعه
الأسطورة سالم الدوسري كان اللي يوقع العقد واللي مهتم بسالم كثير هو نواف بن سعد. والأمير نواف بن سعد كان مهتم جدا بنواف العابد، وأنا أتذكر هذا الشيء زين. فهو رجل ضليع داخل إلى هذه المرحلة في النادي وهو صانع قرار. زائد أنه في إدارة الأستاذ فهد بن نافل طوال سنينه الناجحة وبن سعد موجود في صناعة القرار، سواء كان في الهيكل الإداري ولا برا الهيكل الإداري، كاستشارات ولا حتى كحضور في القرار الهلالي. هذا الشيء أغلب الهلاليين يعرفونه زين. فلك أن تتخيل أن هذا الرجال من اللحظة اللي أنت تشوفها فيه في المدرج في كل مباريات الهلال في الكينغدوم أرينا، كل المباريات صغيرة وكبيرة إلى آخر مباراة قادسية تشوفها في المدرج، وتشوفه برضو يسافر مع الهلال في 4 مدن مختلفة في أمريكا إلى أن تنتهي بفوز الهلال على السيتي في أوكلاند، ولا حتى مباراة فلومينينسي اللي خسرناها. معسكر مباراة الهلال قدام السيتي كان الأمير نواف بن سعد موجود، وكل اللعيبة يشوفونه وكلهم يعرفونه وكلهم يقدرونه، سواء روبن نيفيز ولا حتى بونو ولا حتى المدرب إنزاغي. فهو شخص ما هو بعيد، يعني ما هو شخص بعيد عن القرار بس انه حب ذا الوجاهه فجاء، لا هو عاشق ومحب ومنغمس وصانع قرار وقائد. فكانك جالس تقول ان هذا الرجال بدال ما هو اليوم حضوره غير رسمي، تعال راس النادي مثل ما كنت انت في ال4 سنوات اللي امتدت او 3 سنوات اللي امتدت من 2015 الى نصف 2017. فهو رجل كل الهلاليين يعرفونه، وهو يعرف الهلال كثير بمعنى الكلمه. فهذا الشيء يطمئن. في أندية سواء في الصندوق ولا برا الصندوق أو خصصت أو لم تخصص يتقدمون لها أو رأسوا لها ناس أعتقد أن أكبر شيء خلاهم يرأسون اليوم أنهم عندهم القدرة المادية أنهم يدعمون فيأخذون عدد أصوات فيرأسون. هذا الشيء كان يخوفني كثير كثير، لأنها وجاهة اجتماعية مو طبيعية أنك تكون رئيس نادي الهلال. فكنت أبي اللي يرأس الهلال شخص يعني من يعني البيت بس، لا صانع قرار. فلما تقدم لي نواف بن سعد اطمأنيت كثير. الشيء اللي كنت ممكن أشيل همه انزاح. لما جاء فهد بن نافل في بداية فترة ناجحة في منتصف 2019 أول شيء سواه صح إنه استبعدهم، ثم بدأ يعدل عيوبهم أو بدأ يتخلص من عيوبهم. فلما أبعدهم تماما وأتخلص من عيوبهم بدأ الهلال يرجع مثل ما أنت تعرفه بنفس العناصر اللي كانت موجودة فيك السنة. جوفينكو كان موجود، إدواردو كان موجود، غوميز كان موجود، كاريو كان موجود. الإضافة الوحيدة اللي أضافها هي كانت جانك، هي الإضافة الوحيدة. مع ذلك لأن الهلال تخلص منهم أو ابتعد عنهم أو ما عاد قربوا الهلال، ظهر الهلال مثل ما أنت تعرفه. الأمير نواف بن سعد في بدايته في فترته الأولى كان مستبعدهم تماما، وفهد بن نافل استبعدهم. أنا لما يعني ما ودي أبالغ بس لما كنت يعني ما بين فترة إنه الفهد بن نافل استقال أو ما استقال عنه وعدم ما راح يترشح، كنت شايل هم لأن كل شيء وارد، وشايل هم لأنه لو ما تعلمنا من ذيك العيوب وارد إن احنا نكررها. فإنك تعترف بعيوبك أو بالعيوب اللي اقترفها النادي في ذيك الفترة وتتصالح معها وتتجرد منها، هذا الصح. لما يتقدم الأمير نواف بن سعد هو عارف ذا العيوب قبل ما تصير، بدليل انه استبعدها او استبعد الاسماء او استبعد التعامل معها في ذيك الفتره اللي هي الفتره الاولى اللي هي قبل ما يسوون كل ذا الكوارث. فالحمد لله اني اليوم مطمئن اني ما راح اشوف ذاك المشهد. ارجع اقول عادي جدا انك تخسر، والله عادي حتى لو تخسر كل البطولات. اللي مو بعادي ان النادي يخسر قيمته. فجزء من اطمئناني على قيمه الهلال اني ادري اني بترشح اليوم واحد اسمه نواف بن سعد. انا هنا اطمئن تماما. نفوز ونخسر مو بكل القرارات اللي سواها الأمير نواف بن سعد كانت صحيحة، بس كلها كانت بقلب وفي وصادق بذل كل المسببات انه يكون صحيح. هذا الشيء اجزم به جزما. على حسب الأخبار بأن الأمير نواف بن سعد وجه السعد رئيسا لنادي الهلال. ما أتوقع أنه في أي هلالي ما يحب الأمير نواف بن سعد. بعطيكم وجهة نظري على السريع. هل المرحلة اللي احنا نمر فيها يقدر لها الأمير نواف بن سعد؟ أنا بالنسبة لي بصراحة مغرم بالاستقرار الإداري. الحين الهلال لازم يكون مستقر إداريا ويكون في شخص قريب جدا 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 من النادي. إيش مكان اسمه؟ داخلين على موسم مرة صعب، ولو الهلال ما قدر يستقر إداريا راح تفرط السبحة. يبغى لها رجل حازم. إيش مكان اسم الشخص اللي راح يرأس نادي الهلال؟ لازم يكون قريب من النادي وعارف كل صغيرة وكبيرة. الأمير نواف بن سعد ما نختلف من أفضل الرؤساء اللي مروا على الهلال، ولكن يبغى يجي بعد
فهد بن نافل لازم يكون افضل من فهد بن نافل، مو تحته افضل من فهد بن نافل. كلنا عارفين فهد بن نافل رجل اداري بحت، ولا اتوقع في المستقبل القريب نشوف اي شخص مثل فهد بن نافل في اي نادي، مو بس الهلال. ولكن انا مع الامير نواف بن سعد، ايش ما كان اسم الرئيس انا داعم للرئيس الجديد، والله يكتب لي فيه الخير. والامير نواف بن سعد قدها، والله يوفقه ان شاء الله معانا لو كان رئيسا. مصدر معلش انا كنت اسوي رياضه يا اخوان، فتلقون الشعري باقي يلعب. بالنسبه للامير نواف بن سعد، يعني رئيس نادي عبقري وفاهم في كره القدم، يعني فاهم كوره، الرجل هذا فاهم كوره وبروفيسور كروي. يعني من اعظم فترات الهلال كانت في عهد الامير نواف بن سعد. هل راح يكون رسميا؟ ما اعرف. هل راح يكون رئيس؟ اذا كان رئيس الهلال فراح يكون ضربه قويه لخصوم نادي الهلال وضربه قويه لجمهور الهلال من ناحيه دفعه معنويه، وان الهلال في الطريق الصحيح. السلام عليكم. وجه السعد نواف بن سعد. نواف بن سعد أول مرة أمون كأني طيحت الميانة. المهم الأمير نواف بن سعد يعود لرئاسة نادي الهلال. والله يا زين من اخترته، والله منه فينا ذا الرجال، نحبه ويحبنا ومتعود علينا ومتعودين عليه وحافظينه وحافظنا وعشنا مع بعض أيام وسنين وحققنا بطولات. يعني ما جبت شخص غريب، جبت شخص منه وفينا، والله أزين من اخترته. ما شاء الله تبارك الله نحف وصار رشيق، يعني تحديثه الجديد. إن شاء الله يا رب إنه يكون خير يا رب على الهلال، وإن شاء الله يا رب إنه يقدر إن شاء الله يحل أزمة السيطرة اللي من خارج الهلال على الهلال. أتمنى هذا الشيء يا رب، إن شاء الله يقدر إنه هو يحد من هذه الفوضى اللي بتودينا في 60 داهية إن شاء الله يا رب العالمين. هو وفهد بن نافل اللي أعتقد جميع الهلاليين اتفقوا على حبهم، ما تلقى حد ما يبيه فهد بن نافل نواف بن سعد. فالله يوفقهم إن شاء الله، يوفق هلالنا. لكن يعني أنا ما أرتاح إلا بشيء واحد، لين يتخصص الهلال. لا شفت إن الهلال متخصص إن شاء الله، وشفت المالك مختلف تماما عن الصندوق أو حتى مالك للصندوق، بس أهم شيء في مالك مستقل لهذا الكيان. أنا هنا فعلا أقول أنا مرتاحة ومتفائلة. أيوة وجه السعد، بإذن الله إن الخبر صحيح. قلنا لكم الهلال وراه رجالات ما يتركونه. يا شيخ فاموس يا اخوان. يقول لك إيدلسون وافق على الانتقال لنادي الهلال يا اخوان، وافق اللاعب يا اخوان. يا شيخ بس لحد الان الموضوع بايد الهلال يا اخوان، الموضوع بايد الهلال، اما يوافق او يرفض يا اخوان. نادي الهلال تكفون وافقوا، الهلال يحتاج لاعب مثل إيدلسون يا اخوان، هذا هو وصل. اللاعب موافق، بس باقي ردكم. اللاعب مطلب هلالي، تكفون. لا تضيعوا اللاعب من يدنا، هذه اخبار تفتح النفس، هذه هي الاخبار اللي تفتح نفس كل هلالي. فاموس هلال. خطوة مثالية وطموحة بالرغم من انها جاءت متأخرة، الا انه فابريزيو رومانو يؤكد انتقال سعود عبد الحميد من نادي روما الايطالي الى نادي لانس الفرنسي لمدة عام بنظام الاعارة. انتهى موسم باختيار خاطئ كان من سعود عبد الحميد ووكيل اعماله، والآن اتجه إلى أفضل خيار يصقلون فيه اللاعبين الموهوبين. الدوري الفرنسي هو أفضل دوري يصنع منك نجم ويصقلك كلاعب. سعود يمتلك خصائص الظهير العصري المتقدم اللي يمتلك السرعة والقوة والقدرة البدنية واللياقية، اللي قادر على الهجوم ما شاء الله تبارك الله في المساحات. هذا الشيء ما راح يخليه يعاني في الدوري الفرنسي، بالعكس راح يتماشى مع كرة القدم الفرنسية الحديثة اللي فيها الكثير من المساحات اللي أغلب أنديتها تعتمد على الدفاع المتقدم. شفنا كيف مبابي برز وظهر في الدوري الفرنسي وكيف جالس يعاني في أسبانيا رغم من اختلاف المركزين، بس أنا أوضح لكم يعني في النقطة دي. الخطوة اللي اتخذها سعود عبد الحميد هي أكثر من مجرد انتقال بنظام الإعارة، بل هي محطة مفصلية لتطوير اللاعب. انتقاله إلى بيئة الدوري الفرنسي هذا الشيء لحاله قادر على إعادة تنظيم وتقديم سعود عبد الحميد للعالم وللواجهة، وهو أكثر نضج وأكثر كفاءة وبأفضل فاعلية. بعد مشيئة الله ما فيها كلام، الدوري الفرنسي أفضل وجهة، وهي تجربة بتكون بإذن الله في المقام الأول ناجحة. أجل ورسميا فابريزيو أعلنها،
سعود عبد الحميد يوقع ويتفق رسميا مع لونسي الفرنسي. بالتوفيق يا سعود، بالتوفيق يا ابن الأكاديمية. نجم العميد ترعرع في مدرسة الاتحاد. الاتحاد منبع النجوم، الاتحاد منبع الاحتراف السعودي الخارجي. سعود في لونس، وأتمنى يا نجم العميد الأسبق ونجم الأكاديمية انك تاخذ فرصتك يا سعود، ويوما ما تعود للعميد حاملا راية العميد والوطن هناك يا سعود في لونس الفرنسي. لا يكفوله يا عش. عاجل رسميا فابريزو رومانو اعلنها سعود عبد الحميد الى لانس لمدة موسم واحد كنظام الاعارة. قبل اسبوع تقريبا طلعت اخبار انه راح يروح تولوز، اتوقع مدري وش اسمهم، لكن شكلها الصفقة ما تمت، والان فابريزو اعلنها ان سعود عبد الحميد الى لانس. خطوة جدا كبيرة وجميلة كسعود كلاعب سعودي راح يبدع الدوري الفرنسي. له الدوري الصعب وله الدوري السهل، دوري تنافسي. وانا اقول لك من الان انا مشجع للانس في الدوري الفرنسي. انا اشوف انه راح يبدع وراح يقدم موسم جدا جميل، وبيجي تعاقدات في الموسم الجاي. انا جدا واثق انها خطوة جدا كبيرة، والموسم الجاي انا اثق واضمن لك ان تجي عروض افضل من روما بكثير.